محمود حسن منظم المهرجان. احنا النهارده في اول مهرجان للجبنه في تاريخ مصر. مصر من 7000 سنه وهي بتنتج الجبنه ولقيناها في المقابر الفرعونيه. دلوقتي بقى عندنا مهرجان لكل المنتجات الجبنه المصريه اللي كلنا نعرفها، الرومي والدمياطي والجبنه القريش، بالاضافه للانواع الاجنبيه اللي بدانا نصنعها هنا في مصر. عندنا اكثر من 40 عارض بيعرضوا منتجاتهم للمستهلكين زي ما حضرتك شايف، للموزعين، لسلاسل هايبر ماركت. كل المنتجات من لبن طبيعي 100%، منتجات مصريه 100%، كل الشركات مصريه، وكل المنتجات حتى الاجبان الاجنبيه مصنوعه بايد مصريه هنا في مصر. زي ما انت شايف بقى الكاميرا ما بتكذبش، انت شايف الاقبال عامل ازاي. الحمد لله من قبل الافتتاح والجمهور بيتدفق، والشركات ما شاء الله يعني عامله عروض وعامله تذوق بحيث ان هم يبداوا يفتحوا اسواق كتيره وجديده ليهم في جميع المحافظات، والعارضين من كل محافظات مصر بالمناسبه. هو المهرجان هو اللي جديد، يعني كل حاجه جديده، يعني مش فيش قبل كده كان في مهرجان في مصر، بقى عندنا مهرجان للجبنه. ان شاء الله السنه الجايه يبقى في اكتر من مهرجان في اكتر من محافظه، ويبقى في انتشار لمهرجانات ومعارض الجبنه في مصر كلها ان شاء الله. المفاجاه انك هتلاقي هنا انواع وبراندات ما شفتهاش قبل كده، وبيعملوا منتجات، يعني هتتفاجئ ان في جبنه بارميجان متصنعه في مصر، جبنه اقدام متصنعه في مصر، جبنه شيدر طبيعي بجوده عاليه جدا متصنعه في مصر، بزبادي مصريه وبلبن مصري وفي مصانع مصريه. وهتلاقي كل المهرجان مفاجآت طول ما انت ماشي. منتجاتنا كلها من اللبن الجاموسي. اللبن الجاموسي هو اساس منتجاتنا كلها. احنا عندنا اكتر من 75 منتج رئيسي ما بين الزبادي والالبان والجبن والحلويات ومنتجات الالبان ومشتقاتها من السمن والموتزاريلا والمش والمرتة وكل المنتجات. بنحرص دايما على صحة المستهلك. هدفنا الأول الجودة. احنا عندنا في مصانعنا مفيش أي منتج صناعي بنستخدمه. محمد النجار صاحب مصنع طبيعي للمواد الغذائية. احنا عندنا مكسرات كاجو وبندق وفستق ولوز وعين جمل وماكس، بنعملها معبأة في علب كرتون 3 أحجام 25 جرام و50 جرام و100 جرام. وأنتجنا دلوقتي عيش 100% من المكسرات بدون قمح وبدون دقيق. فدي حاجة لمرضى السكر مناسبة بنسبة 200% مش 100%. احنا موجودين هنا في معرض الجبنة عشان خاطر نوري الناس المنتجات بتاعتنا، ونوري الناس قد ايه المكسرات حاجة مهمة وبتخش في اي صناعة غذائية زي العيش. ممكن تشتري العيش. منتج العيش ده عيش معمول 100% مكسرات، ما فيهوش فيه اي دقيق. احنا النهارده في مهرجان الجبن لأول مرة يتعمل في مصر. مهرجان بصراحة عليه إقبال شديد خالص من الناس، وبإذن الله مش هيكون آخر مرة يتعمل. هو عامة احنا عندنا ده تعتبر وزارة الزراعة والقسم بتاعنا قسم تكنولوجيا الألبان، وبنصنع جميع أنواع المنتجات اللبنية سواء الجبن الجاف أو النصف جاف أو الجبن الطري أو الألبان المتخمرة، وطبعا بنصنعها بأعلى مستوى وطبعا أعلى جودة، وكلها طبيعية جدا جدا، لأن التلوث في الأسواق دوت تلوث بزيوت نباتية، وزيوت ديت زيوت ضارة بالصحة، وزيوت غير مهدرجة، زيوت مهدرجة، ودي بتأثر على صحة الإنسان دايما.